من أنصار النجوم العرب. وهنا ميدالية ذهبية على مستوى الوثب العالي للسيدات، والبطلة غزلان يا غزلان التي كانت متميزة على مستوى الوثب العالي للسيدات، والتي حصدت ميدالية ذهبية جديدة للمغرب. هي الميدالية الذهبية الرابعة لألعاب القوى المغربية الموجودة معنا باستمرار في هذا التألق، في هذا الإبداع. نشاهدها كصاحبة ميدالية ذهبية. البحرين 4 ذهبيات، تونس 4 ذهبيات، المغرب 4 ذهبيات، وهناك قطر أيضا 4 ذهبيات. يا لها من منافسة ساخنة في ألعاب القوى. نعم عثمان، أولا هنيئا للمغرب وغزلان بهذه الميدالية، ميدالية رائعة جدا، لأن ليس في المسافات المتوسطة. والوفد المغربي، وكنتمنى أني كنت في حسن ظن جميع المغاربة، ونتمنى أنني نحقق إنجازات أخرى، وذلك بالفضل ديال المدرب ديالي سي بن حمزة، والأم ديالي المسكينة كل 2 دقائق تتعيط. الحمد لله أنا كنظن بلا الشعب المغربي هو مرتاح الآن، وما يكون غير الخير من هنا نتمنى لك التوفيق ان شاء الله، وبارك الله فيك. شكرا بزاف. شكرا. معنا ومراسم تتويج بطلات الوثب العالي للسيدات، والميدالية الذهبية كانت للمغرب من خلال البطلة غزلان سيب. ورمز البطولة الشيخة نعيمة أحمد الصباح، رئيسة الاتحاد الرياضي النسائي الكويتي. طبعا الشيخة نعيمة الصباح ستقوم بمراسم التتويج لبطلات هذا التخصص على مستوى الوثب العالي للسيدة. سنبدأ أولا مع مريم محمد الأنصاري من البحرين، الميدالية البرونزية 1.70 سنتيمتر، ميدالية برونزية للبحرين في تخصص الوثب العالي للسيدات. شيء جميل جدا عثمان، نشاهد البحرين في الوثب العالي. صحيح. هناك البطلة المصرية بسنت إبراهيم على منصة تتويج 1.76 سنتيمتر. كانت رائعة هذه البطلة في جميع محاولاتها. نعم. إلى صاحبة الميدالية الذهبية، إلى الغزال، والغزال لا يطير، لكن هذه الغزالة المغربية غزلان سيبة كانت التي حلقت في سماء الوثب العالي وحصلت على الميدالية الذهبية، اجتازت 1.76. والله يا عثمان هذه هي المصرية عثمان، هو مستقبل العرب في الوثب العالي. نستمع الآن إلى النشيد الوطني الخاص بالمغرب. Ladies and gentlemen, the national anthem of Morocco. السيدات والسادة، السلام الوطني للمغرب. إذن كانت هذه مراسم تتويج بطلات الوثب العالي للسيدات، وأعتقد أنها كانت سهرة قوية في ألعاب القوى كما هي العادة دوما، وكما هو التميز في ألعاب القوى العربية. حقيقة 10/10 هنا في الدورة الرياضية العربية 12 بالدوحة، العاصمة القطرية، عاصمة الرياضة والرياضيين، ملتقى الأحبة
وملتقى العرب في دوحة